يا أخي الحديث عن الله أجمل حديث، أفضل حديث، أحسن حديث إنك تتكلم عن الذي خلقك فسواك وعدلك وشق سمعك وبصرك. بقول يا شيخ تتكلم عن الله، هات ما في أجمل ولا أحلى ولا أفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الآية، يعني إذا واحد سألك قال لك من هو الله، اقرأ له بس هذه الآية كذا أنت عرفته بالله. وأعظم شيء تعرف فيه شخص الله سبحانه. ليش؟ لأنك تعرفه بأعظم شيء في القلب. يقول القلب مكان مقدس فإذا امتلئ بغير الله تنجس. الله، عيدها بالله. القلب مكان مقدس فإذا امتلئ بغير الله تنجس. فالله عز وجل يبتلي الإنسان، فمن أجل ذلك يا أخواني أعظم ما يكون في القلب الله سبحانه وتعالى. عشان كذا أنا بعطيكم آية تعرفكم أحبابي في الله من هو الله. الله أكبر، هات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. بماذا ختم الله عز وجل هذه الآية؟ بشيء عجيب يلفت الانتباه. قال أفلا تذكرون. أنتم ما تتذكرون إن الله عز وجل عظيم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بماذا ختم الله عز وجل آية؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة عظمة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ترى الله عظيم، الله جل وعلا عظيم. يقول لك إذا عظم الآمر عظمت الأوامر. الله أكبر. وإذا لم يعظم الآمر لم تعظم الأوامر. لا إله إلا الله. يقول لك الله سبحانه وتعالى كل شيء إذا خفت منه فررت منه إلا الله. إذا خفت منه فررت إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يفر الإنسان إلى الله لأن الله سمى نفسه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. تقبل على الله، الله يقبلك. تستغفر الله من ذنوبك، الله يغفر لك ويسامحك. ما نجد أكرم ولا أعظم ولا أحلم ولا أرحم من الله سبحانه وتعالى. والله حقيقة لو عرفنا الله حق المعرفة ما تجرأ منا أحد على معصية.